الاتحاد سيطر وحكم على المباراة ويوحي هذا فريق قوي ومرعب وممتع في نفس الوقت. صحيح ما كان هناك فرص واضحة، ولكن هذا راح يجي مع تناغم اللعيبة وتفاهمهم مع بعض ومع الوقت. بس حقيقة شفنا جمل فنانة وجمل تكتيكية في فترات من المباراة، في الأهداف اللي بانت فيها قيمة اللعيبة زي كريم بنزيما. كريم بنزيما يا ناس أفضل لاعب في العالم تقريبا حاصل على الكرة الذهبية، يعني تجيبه عندك على الدوري يا الله ولع ولع ولع. بنزيما صرح بعد المباراة وقال انه الفريق تلقى فترة اعداد قوية جدا خصوصا من الناحية البدنية. بالله في التعليقات تحت قيموني كيف كان الاتحاد بدنيا، هل هو يعني جيد جدا ممتاز جيد؟ بالله شاركوني تعليقاتكم. نونو سانتو مدرب ذكي جدا ويقرأ قراءة سريعة للخصم، شاهدنا ذلك في الشوط الثاني من المباراة خصوصا بعد ما نزل النجم الفرنسي، نجم خط الوسط الفرنسي كانتي، اللي اعطى حقيقة حرية كبيرة جدا في التحرك لرومارينيو وكورنادو وزلك خط النص. نونو سانتو جرب طريقتين مع حمد الله وبنزيما في الشوط الاول. لاحظنا حمد الله كراس حربة، بنزيما ينزل كالعادة في ريال مدريد، كعادته في ريال مدريد يستلم ويطلع على الأجنحة ويهيئ، يعني يكون مفتاح للعب. كريم بنزيما يا ناس لاعب رقم 9 بيروح رقم 10، لاعب متكامل. كريم بنزيما لاعب متكامل، كريم بنزيما لاعب متكامل مبدع. نونو سانتو جرب طريقتين مع حمد الله وبنزيما. حمد الله كرقم 9 في الشوط الأول في أغلب فترات الشوط الأول، وبنزيما كعادته في ريال مدريد ينزل ويطلع على الأطراف هنا وهنا يستلم. بعدين في الشوط الثاني يعني حاول انه يعدل الوضع وخلى يعني بنزيما كرقم 9 وحمد الله. فاذا انت من جمهور الاتحاد فايش رايك في الطريقتين هذه اللي جربها نونو سانتو؟ بالله شاركني في التعليقات، شاركني رايك في التعليقات. هل بالفعل نونو سانتو اجاد التعامل مع حمد الله وبنزيما خصوصا في الشوط الاول؟ حقيقه صح شفنا بعض الاخطاء الدفاعيه يعني ولكن مع الوقت اتوقع انها تترتب. وشاركوني ارائكم تحت، هل الاتحاد بالفعل يعني أدى؟ هل استحوذ؟ هل هو يعني من وجهة نظركم فريق قادم وبقوة والاتحاد يعني قوة ضاربة في الدوري بهؤلاء الأسماء الخرافية حقيقة؟ هل هو بدنيا جاهز؟ هل خطة 4-4-2 اللي بدأ فيها نونو سانتو مناسبة؟ تقييمك لصالح العمري إذا أنك من جمهور الاتحاد قيم صالح العمري، هل أدى صح؟ يعني هل كانت صفقة حلوة؟ يعني هل في بوادر؟ هل صالح العمري أدى في هذه المباراة أمام الترجي؟ بنزيما من وجهة نظري هو نجم المباراة بهدفه الروعة اللي تعودنا نشوفه في ريال مدريد ومع منتخب فرنسا. هدف خرافي من بنزيما، هدف رائع، هدف جميل، هدف ممتع، هدف يعني ما تشوفه إلا في الملاعب العالمية. لاعب عالمي أتى إلينا، فهنيئا لنا ببنزيما وننتظر منها الكثير والمتعة. يعني هدف عالمي. الاتحاد استحوذ وبدع في جمل تكتيكية وفي مهارات. أتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو. اشتركوا في القناة، شاركوني تعليقاتكم عن تقييمكم لمستوى الاتحاد بشكل عام، تقييمكم للبنزيما وتقييمكم لكانتي وجوتا، تقييمكم لصالح العمري. نشوفكم على خير.